السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه يا احلى متابعين؟ النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض الفاصوليا بالبانيه. طبعا مش دايما بيكون عندنا لحمة، يعني مش دايما بتكون متوفرة لانها غالية، فاحنا ممكن نستبدلها بالبانيه مع اي نوع من انواع الخضار. وطبعا الفاصوليا مفيدة وجميلة جدا. برضو الوصفة دي احيانا بعملها مع الكوسة، النهارده بقى هعملها لكم مع الفاصوليا، وبجد جربوها تعجبكم جدا. وطعم البانيه مع الكوسة بيبقى بجد خطير، وكله في حلة واحدة. الموضوع مفهوش مجهود خالص، سهل وسريع. معانا طماطم مضروبة في الخلاط، ومعانا بصل. ده بصل كنت مفرزاها، هبقى انزل لكم الطريقة بعد كده. بحب الحاجة عندي تبقى كلها تبقى متفرزة وجاهزة، حتى الفاصوليا كنت مفرزاها. ومعانا نص كيلو من البانيه، ومعانا 5 فصوص من الثوم. تمام. وطبعا ما ننساش الملح والفلفل الاسمر. مبدئيا وبرده الفاصوليا نص كيلو. تمام. هنجيب حلة على النار وهنحط فيها زيت او سمنة، وهننزل بالبصل. طبعا حتى لو البصل متلج، لو انت مفرزاه يعني وهو متلج، اول ما بينزل على النار هتلاقيه ساح على طول زي ما انتوا شايفين كده. هنشوح البصل. طبعا تقدري تعملي الوصفة ببصل ابيض او احمر، مفيش اي مشكلة. هنشوح البصل في السمنة او الزيت. لو انتوا اول مرة تشوفوني، انا ايمان نصار. متنسوش تشتركوا في قناتي وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد. لما البصل احنا يتبل كده، احنا مش عايزينه يحمر، لان هو هيكمل سواية برضو مع البانيه. فاحنا بس ايه، هنشديه تشويحة كده. اول ما يدبل شوية هننزل ب5 فصوص توم متقطعين، ونشوح التوم مع البصل الاول، وبعد كده هننزل عليهم بقطع البانيه. ولو حابين الوصفة دي كمان تعملوها بصدور الفراخ، يعني تجيبي الصدر مخلي وتقطعيه مكعبات كبيرة شوية، برضو تقدري تعمليه بالطريقة دي. يعني كده او كده زي ما انتي حابة، ممكن تعمليه بالفراخ او بالبانيه. هنحط البانيه على البصل والثومة ونشوحهم مع بعض بقى على النار. عايزه اقول لكم بقى، ريحه بتبقى حلوه قوي في التركه دي، ريحه بتبقى حلوه جدا. لما البانيه بقى ياخد وش كده من اليمين ومن الشمال ويتشوح حلو ويبقى جميل ولطيف، هنعمل ايه بقى الخطوه اللي بعد كده؟ عايزه اقول لكم من اسهل الاكلات وافيدها، يعني اكله مفيده فيها بروتين، وفيها مشويات، فيها قصدي نشويات، لان احنا بنعمل جنبها رز ابيض، وكمان فيها خضار. فانت بتبقي جمعتي بين البروتين والخضار والنشويات، فهي اكله مفيده وجميله وسهله كمان، يعني مش تاخد منك وقت. طبعا هنحط بقى الملح والفلفل بتاعنا. نص كيلو الفاصوليا بياخد حوالي 3 معالق ملح، من الملح الصغيره بتاعه الايس كريم، عارفينها. 3 معالق ملح مليانين كده بيبقوا كويسين يدوبك على نص كيلو الفاصوليا. تمام. والفلفل الاسمر هنحط معلقه مليانه واحده من معالق الايس كريم اللي هي الصغنططه. دلوقتي بقى احنا كنا ضاربين طماطم حوالي 7 طماطمات كده متوسطين، ضاربينهم في الهاند بلندر او في الخلاط. ولو حابه تصفي الطماطم برضو مفيش مشكله. وهنحط بقى الطماطم على البانيه بعد ما البانيه ما يتشوح مع البصله والثومه. دلوقتي بقى لما الطماطم تدخل كده في التسبيك شويه، يعني تاخد تغلي كده غلوتين، هننزل بقى بالفاصوليا بتاعتنا. طبعا الفاصوليا دي انا مفرزاها قبل كده وكنت سلقاها يعني نص سليق كده، يعني مش هتاخد معانا وقت. والفاصوليا من الخضار اللي ما بيحبش يقعد فتره على النار، يعني لما بيتاكل كده وهو عارفين اللي هي القرمشه البسيطه دي، بيبقى طعمه احلى ما يبقى دبلان خالص ومستوي كتير ومهري. ف يعني وصلوا لدرجة السوى لحد ما توصل للدرجة اللي انا بقولكوا عليها دي، ما تزودوش سوى يعني على الفاصوليا. تمام. وطبعا هنخليهم بقى على النار، وبعد كده هندوق الفاصوليا وندوق البانيه لحد ما يستووا الاتنين، ونتأكد ان هما خلاص تمام استووا. وبس كده.
يا رب الوصفة تكون عجبتكم، جربوها ان شاء الله تعجبكم، وانتظروني بقى في وصفات جديدة. بصوا ما شاء الله بعد ما استوت خلاص، طبعا ما بتاخدش وقت على النار، بالكتير قوي تلت ساعة وهتلاقي الأكلة عندك جاهزة وجميلة ولذيذة ومفيدة كمان للأطفال. ما تنسوش بقى تعملوا لايك وتعليق جميل زيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي.